التاتش بتاعهم مش بيبان بس في طريقة شغلهم ولا في ستايل لبسهم ولا حتى في طريقتهم وهم بيتكلموا، لا دول أول ما يدخلوا مكان بيغيروا قوانين اللعبة كلها ويسيبوا بصمة. تاتش يعني مستحيل يتكرر. والنهاردة هنتكلم عن واحد من الناس دي، النجم العالمي عمر الشريف. أنا نور الصواف وده التاتش بتاعي. في سنة 1966 عمر الشريف كان في إيطاليا بيصور فيلم جديد، وهو قاعد في لوبي الفندق شاف بنت إيطالية جمالها مختلف، قعد معاها 4 ساعات، 4 ساعات من الكلام والضحك والهزار، وفي الآخر قال لها بصراحة أنا شكلي هحب. بس الصدمة كانت إنها رفضته. أنا زيك والله مش مصدقة. بس فعلا عمر الشريف اتقال له لأ. زي رفضت مين؟ عمر الشريف. بتقولوا مين يا ولاد؟ عمر الشريف. رفضت مين؟ عمر الشريف. شوف بقى تاتش النجم العالمي لما واحدة كان هو على الثبات وهزته على رأي ويجز هيعمل ايه. عمر لبس بدلة السهرة ونزل الكازينو يلعب بريدج، لعبته المفضلة اللي اتعلمها من أمه. ركزوا معايا في موضوع أمه ده علشان هنحتاجه قدام شوية. عمر نزل يلعب وتقريبا الحظ كان في صفه قوي، بيكسب لعبة ورا التانية لحد ما كسب $1,164,000 في ليلة واحدة. يعني في نفس الليلة اللي خسر فيها سمعته كدون جوان كسب ثروة كبيرة خلته يفكر يعمل تاتش استثنائي من جنتلمان. اتصل بمحل ورد وقال لهم انا عايز كل الورد اللي عنده. قالوا له احنا عندنا 25 طن ورد. رد بمنتهى الهدوء وقال لهم ابعتوهم، الفلوس جاهزه. هو ايه يا استاذ عمر 25 طن ورد؟ يا عم حوش شويه، هي فلوسك دي انت كسبانهم في ترابيزه قمار؟ صح، هو فعلا كسبانهم في ترابيزه قمار. تخيل كده معايا البنت واقفه قدام باب الفندق و5 عربيات ضخمه مليانين ورد وقفوا قدامها، وعامل التوصيل بيقدم لها كارت فيه كلمتين حلوين من عمر الشريف، ومحدش عارف هي عملت بيهم ايه. بس لو كانت ست مصريه يعني اصيله كان زمان الورد ده اتحول لخط انتاج مربة ورد عليها صوره عمر الشريف كده وهو عامل كده، حاجه جميله جدا. بس الحقيقه التاتش بتاع عمر الشريف ما كانش غريب على اللي يعرفه كويس. هو يبان غريب من بعيد، بس لما تقرب منه تفهم ان هو ده العادي بالنسبه له. لو فاكرني منحازه ليه فاعتقد انك لازم تسمع مني حكايته بدات ازاي علشان تفهم سر الشخصيه دي. في مذكراته الرجل الخالد اللي انتشرت في السبعينات بيحكي عمر عن والده ديمتري شلهوب تاجر الأخشاب المصري الكاثوليكي، وأمه كلير سعادة مصرية من أصل لبناني. ثانية واحدة، كاثوليكي؟ هو عمر الشريف مش يهودي؟ مبروك، كسبت معانا تاتش ما حصلش فعلا. ميشيل ديمتري شلهوب اللي اتحول لعمر الشريف كان مسيحي كاثوليكي قبل ما يتجوز فاتن حمامه، بس اشاعه انه يهودي انتشرت بقوه لما بقى نجم في هوليوود. هتقولي اشمعنى؟ هقول لك استنى شويه يا شريكي في التاتش، هقول لك على كل حاجه وهقول لك ده حصل ازاي. الصحافه الامريكيه لعبت على فكره الشاب العربي اللي بقى نجم عالمي واصله يهودي، واللي زود الهجوم ضده فيلمه فتاه مرحه او فاني جيرل مع باربرا سترايسند، واللي اتصور في نفس وقت نكسة 67. باربرا ومنتج الفيلم كانوا يهود. انت متخيل بقى الزنقة؟ لو عمر كدب الصحافة الغربية هيقولوا له شنطتك اتفضل بره هوليوود، ولو نزل مصر هيلاقي ناس برضه ضده علشان صدقوا كلام الامريكان. الاشاعه اتصدقت لدرجه ان الحكام نفسهم صدقوها مش الشعوب بس. في كتاب قذاف الدم يتحدث نصف قرن مع القذافي بيقول احمد قذاف الدم ابن عم القذافي انه كان قاعد في لندن مع عبد الحليم حافظ في اوائل السبعينات، وفي وسط الكلام قال له العندليب تعالى ننزل نتغدى مع عمر الشريف. رد قذاف الدم وقال له لا يا حليم احنا مقاطعينه. مقاطعه؟ عمر الشريف مقاطعه؟ ليه؟ ده الراجل صناعة مصرية خالصة، غرب حبكها وظبطها حلوة قوي علشان كله يصدق ان عمر بقى بتاعهم هم، وما كانوش شايفينه لا مصري ولا مسلم. بس طبعا قذاف غير رأيه تماما لما قعد مع عمر الشريف وبقوا صحاب جدا كمان. بس تأثير التاتش الامريكاني على عمر في الشرق فضل مكمل معاه لحد التسعينات، وخلوه يشهر اسلامه مرتين، ودي من اكتر القصص اللي محدش يعرفها عنه. اللي نعرفه انه اشهر اسلامه لما اتجوز فاتن حمامة. اما بقى المرة التانية واللي كتير منكم يمكن ما يعرفهاش فجت بعد اكتر من 50 سنة. كان عمر دخل في 75 سنة وسافر للرياض في صفقة بيزنس، وحب وهو هناك يروح يعمل عمرة. لكن رجال الأعمال السعوديين وقتها قالوا له بصراحة يا أستاذ عمر يعني إحنا مش مطمنين لإسلامك ولازم تشهره تاني عشان نقدر نرتب لك العمرة. رد فعل أي واحد طبيعي هيتنرفز طبعا، خصوصا لما يكون واحد عصبي زي عمر الشريف. ومع ذلك عمر ما عملش دوشة أو شو إعلامي، نطق الشهادتين قدامهم بكل بساطة وراح عمل العمرة. ودي مش أول مرة عمر يسألوه عن دينه،
هو طول عمره كان بيتسأل انت مسلم يا استاذ عمر؟ وكان دايما يرد بنفس الهدوء، ايوه انا مسلم وابني كمان مسلم، لاني امنت ان الاسلام هو اخر الاديان. بيعترف باللي قبله، وانا سعيد ان ربنا اختار لي الطريق ده. خطفتكم مش كده؟ بس بصراحه الراجل ده حياته كانت معقده جدا، وعشان نفهمه صح ونفهم اللي ورا كل تصرف عمله هرجع بيكم شويه اكتر لورا، وهعرفكم مين اول صاحب تاتش في نجوميه عمر الشريف. القصة بدأت من بيت بسيط في اسكندرية لفيلا كبيرة في حي جاردن سيتي في القاهرة. أبو عمر اللي هو ديمتري شلهوب عمل ثروة كبيرة بعد الحرب العالمية الثانية خلته يتوسع ويحاول يقرب من أصحاب النفوذ والسلطة، والأم كمان قدرت تبقى نجمة المجتمع الراقي في وقت قياسي. ركز معايا عشان الست دي هي مفتاح شخصية عمر الشريف. عمر كان بيقول أهم حاجة في الحياة الحظ، بس الحظ لوحده ما بيكفيش، لازم حد يصدق فيه، والحد ده كانت أمه اللي لعبت دور كبير قوي في حياته. هي ورا معرفته بعالم القمار لما كان بيتفرج على بشوات البلد بيلعبوا في الفيلا بتاعتهم. مش بس كده، هي كمان كانت بتشجعه يلعب من وهو عنده 15 سنة وتقول له خد فلوس وجرب. فكان بيسألها يقول لها انت ليه عايزاني أآمر أو أبقى مقامر؟ قالت له علشان يقولوا الواد طالع لأمه مش طالع لأبوه. امي بقى تقول لي روح العب حاجه قمار كده عشان قلت لها ليه العب قمار؟ ليه؟ كان عندي 15 سنه، تديني فلوس عشان اروح العب قمار. اقول لها ليه يا ماما؟ قالت لي عشان الناس يقولوا طالع لامه مش طالع لابوه. ابويا ما كانش يحب القمار ولا الحاجات دي كلها، فهي عايزاني اطلع يقولوا الناس ان انا طالع لامه، فعشان كده عايزاني اتعرف ان انا بلعب قمار. مش بس كده، أمه قررت إنه هيبقى أحلى وأذكى وأنجح راجل في العالم، بس القرار ده جه معاه تمن. لو ما طلعش الأول هيتضرب بالشبشب، لو غلط بيتضرب. لما كان في مدرسة فرنسية ووزنه زاد وهو عنده 8 سنين، أمه دورت على أسوأ أكل في العالم، ولما عرفت إنه الأكل الإنجليزي قررت إنها تدخل عمر مدرسة إنجليزي داخلي. هناك طبعا علشان الأكل طعمه مش حلو ما بقاش ياكل، فخس وكمان اتعلم إنجليزي، والأهم طلع لأول مرة على مسرح المدرسة وهو عنده 13 سنة، ومن اللحظة دي حب التمثيل، وبعدها راح فيكتوريا كوليدج، وهناك اتعرف على أحمد رمزي، وظهرت مواهبه مش بس في التمثيل لكن كمان في الرياضة. من فريق الكريكات لفريق الكورة كنت هتلاقيه موجود وبيشارك في كل الفرق. بس هل انت بقى عارف ان عمر كان مصدق نبوءة عنه هي اللي وصلته للعالمية؟ دي القصص النادرة اللي ناس كتير ما تعرفهاش. في يوم صحابه قالوا له تعالى نزور عرافة يونانية بتشوف المستقبل. عمر وافق من باب انها تجربة للتسلية، يعني مش اكتر ولا اقل. لكن لما دخل الست وقفت وسكتت كتير، وبعدين قالت له انت مش شبه حد، هتسيب اسكندرية وتروح تعيش في القاهرة، وهتبقى نجم مش في مصر بس، في العالم كله، وهتتجوز واحدة مشهورة جدا. طب ما كنتي تقولي فاتن حمامة بالمرة يا ست العرافة يعني. الغريب ان عمر ما استغربش وما اندهش، لانه هو كان حاسس من وهو صغير ان هو مش شبه حد، والبركة طبعا في تاتش امه اللي زرعت جواه انه استثنائي. طب هل الرحلة دي مشيت زي ما هو بيتمنى؟ اكيد لا طبعا. ابوه لما عرف انه عايز يبقى ممثل محترف رفض بشده. عمر هددهم بالانتحار، بس كانت محاوله فاشله، وتخرج بعد كده من جامعه القاهره اللي درس فيها الرياضيات والفيزياء. يلا نشتغل في التمثيل بقى، شريكي في التاتش. اصبر شويه، عندي ليك مفاجاه. عمر قعد 5 سنين شغال مع ابوه في شركه الاخشاب موظف، حياه مش شبهه خالص، وتقريبا ابوه حس ان ابنه مش هيبقى تاجر زيه فسابه يشوف مستقبله بعيد عنه. طبعا معظمكم عارفين قصته مع يوسف شاهين لما قال له انا برشحك لبطوله صراع في الوادي قدام فاتن حمامه. فاتن ما كانتش بتوافق تمثل مع وجه جديد بسهوله، بس جو كان شايف حاجه مش عاديه في ميشيل شلهوب، كان لسه ما بقاش عمر الشريف. لما دخل اول بروفا الكاميرا حبته، وفاتن كمان حبته، وحصل التاتش الكبير. بقى اسمه الفني عمر الشريف، وغير حياته كلها بعد ما اتجوزها، ومن بعدها حياة أسرية مستقرة وبطولة 12 فيلم مصري. بس كل ده اتغير لما ابتدى رحلة العالمية مع فيلم سكته قصيرة. لا غلط، شايفاك بتفكر في لورنس العرب، مش هو. لازم نرجع خطوة ورا لفيلم محدش بيتكلم عنه كتير، بس هو اللي فتح له الباب الكبير. فيلم جحا مع كلوديا كاردينالي سنة 1958.
أول ظهور عالمي في فيلم فرنسي تونسي، وأول مرة يقف على الريد كاربت في مهرجان كان. من بعدها بقى جت فرصة لورنس العرب. عرفت بقى الصح فين يا شريكي في التاتش؟ في أول الستينات هوليوود كانت بتدور على نجم من الشرق يمثل دور شريف علي في فيلم لورنس العرب. رشحوا فريد شوقي ورشدي أباظة وشكري سرحان، بس فريد ما كانش قوي في الإنجليزي، وشكري ما كانش عاجبه الشروط بتاعت هوليوود، ورشدي قال لهم بعصبية أنا ممثل كبير مش أنا اللي أدخل أعمل كاستنج. كل ده وعمر الشريف واقف على جنب مستني الفرصة. هو عارف إنه أول ما تجيله مش هيفاصل. عمل الكاستنج، المنتجين قالوا ممثل حلو، بس إيه دي؟ كانوا بيتكلموا على الحسنة اللي جنب مناخيره. ناس كتير ما تعرفش ليه اضطر ان هو يشيلها وامتى. قالوا له بصراحة كده لو عايز الدور لازم تشيل الحسنة دي. عمر ما فكرش مرتين، على طول سافر على لندن، شال الحسنة وخد الدور. ومن اللحظة دي اتغيرت كل حاجة في حياته تماما. قال في مذكراته لو ما عملتش لورنس العرب كنت زماني راجل تخين عندي عيلة كبيرة في اسكندرية، بس القدر كان كاتب له طريق تاني خالص، والنجاح ده ما جاش ببلاش. فاتن بدأت تحس ان المسافة بينهم بتكبر، مش غيرة، لا هي كمان كانت نجمة كبيرة، بس هي بتحب خصوصيتها أكتر، ما بتحبش الأضواء تدخل بيتها أو تدخل حياتها. فاتن ما استحملتش الإشاعات اللي جت من بيروت عن عمر. في ليلة واحدة خسر كل فلوسه اللي كسبها في 9 شهور، ده غير بقى علاقاته النسائية ومغامراته اللي ملت الجرايد. بس الغريب إن عمر هو اللي طلب الطلاق مش هي، وقال مش عايزة أوجعها ولا أبقى راجل خاين قدام الناس. ومن بعدها كمل رحلة العالمية. لو فاكرين العالمية حاجة حلوة يبقى لازم تعرفوا إن ده تاتش ما حصلش مع عمر خالص. هوليوود ما بترحمش، النهارده نجم بكره ممكن تبقى كومبارس. بعد بطولة دكتور زيفاجو الكل كان متوقع ان عمر الشريف يكمل، لكن السينما الامريكيه بدات تتغير، بدات تحكي عن الناس اللي في شوارع نيويورك، عن الحواري، عن امريكا نفسها. عمر حاول ان هو يلاقي مكان وسط الموجه الجديده، بس الادوار اللي كانت بتتقدم له كانت مش بتعجبه، ولانه محتاج يعيش اضطر انه يمضي عقد احتكار مع شركه كولومبيا. تفتكروا نجم عالمي أجره يبقى كام؟ هصدمك، كان بياخد $15,000 بس على الفيلم الواحد، مبلغ قليل قوي. هو بنفسه سماه عقد عبودية. بدأ يحس إنه محبوس، مش حر، مش عارف يختار، فبدأ يدور على حاجة تانية تخرجه من الدوامة دي، ولقى نفسه في حاجة جديدة، مش تمثيل ولا إخراج ولا حتى كتابة، لعب البريدج. اكتشفها متأخر، بس لما فهمها بقى محترف فيها بسرعة جدا، وبقى من أحسن 50 لاعب بريدج في العالم. ألف كتب وكتب مقالات وشارك في بطولات. المراهنات كانت بالملايين، وكل ما حد يستغرب من اندفاعه كان يضحك ويقول أنا كده بحب المخاطرة. والهواية اتحولت لإدمان. في ليلة واحدة خسر شقته في باريس واضطر يرجع للتمثيل، مش عشان الفن، عشان يسدد الفواتير ويكمل لعب. بس الزمن اتغير، والأدوار اللي بقت بتيجي ما كانتش مناسبة خالص. وافق على أفلام عمره ما كان يتخيل إنه يقبلها، ومنهم فيلم عمل له مشاكل كبيرة قوي. بين 1975 و 1979 عمر كان تايه حرفياً 4 سنين، لا شغل ولا فلوس ولا حتى بيت. قالها بنفسه في حوار للأخبار سنة 88، ما كانش معايا قرش وكنت هموت من الجوع. والوضع ده خلاه يعمل حاجة عمره ما يتخيل إنه يعملها. الفيلم اللي هتسمعوا اسمه دلوقتي أنا متأكدة إن أغلبكم ما يعرفوش. شارك في فيلم أشانتي، فيلم أساء للعرب بصورة سلبية. عمر الشريف مثل دور الأمير حسن، واحد من المشترين المحتملين للبطلة المخطوفة، والدور ده ما كانش محوري، هما كانوا كام مشهد وخلاص. بس الناس ما شافتش حجم الدور، الناس شافت صورة العربي تاجر العبيد، وشافت عمر الشريف بيشارك في ده. طبعا الصحافة العربية هجمته، هو ده عمر الشريف اللي كان رمزنا في هوليوود؟ عمر ساعتها دافع عن نفسه وقال انه وافق عشان ما كانش فيه بديل تاني قدامه. العرض المادي كان مغري جدا، $100,000 مقابل 3 أيام تصوير بس. أكيد ما قدرش يقول لأ، لأنه كان محتاج يعيش. لعبة القمار دايما وراها حاجات تانية، إدمان بيفتح على إدمان، كل بقى سجاير، سهر وحاجات من دي كتير. وعمر كان بيدخن أكتر من 100 سيجارة في اليوم عشان تنسيه وحدته. بس في سنة 1993 جسمه قال له ستوب، كفاية. تعب وراح لدكتور مجدي يعقوب وعمل له جراحة قلب مفتوح. لكن الغريب إن قصة معاناته مع السجاير كانت السبب في حاجة غير متوقعة خالص.
حد فيكم جرب سجاير عمر الشريف؟ في بداية التسعينات في شركة تونسية اشترت حقوق استخدام اسم عمر الشريف وحطته على ماركة سجاير، والسجاير دي انتشرت بشكل غير طبيعي في كوريا الجنوبية وبقت تاني أكتر سجاير مبيعا هناك. انت متخيل الكوريين وهم بيشربوا السيجارة وبيقولوا كده لبعضهم هي عمر الشريف مالها منفسة كده ليه؟ الناس كانت بتشتريها مش عشان طعمها لكن علشان الاسم عمر الشريف، اسم كان براند. بس للأسف النجاح ده ما كملش للآخر زي كل حاجة في حياته. في سنة 1997 ماركة جديدة دخلت السوق اسمها تايم بنفس السعر ودعاية أقوى خلت سجاير عمر الشريف تختفي من السوق. وفي 2003 الشركة الكورية قررت توقف خط الإنتاج نهائيا. دي كانت حكاية عمر الشريف مع العالمية لما شلنا منها تاتش الشهرة والريد كاربت وشوفنا حكاية مختلفة خالص. عمر الشريف صحيح كان نجم لكن ما كانش عنده عيلة، عاش 60 سنة معاه شنطتين بيلف بيهم فنادق العالم. دي هي الحقيقة اللي معظمنا ما شافهاش. أنا نور الصواف وده التاتش بتاعي، شريكي في التاتش. ما تنساش انت كمان تعمل التاتش بتاعك باللايك والشير والسبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان تشوف كل جديد. أشوفكم في الحلقة اللي جاية.